السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. انا طبعا جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. تقولي بقى معاكي ايه في الشنطة؟ هنا بقى كان معايا ماما كانت جايبة دبابيس اهي، وكان عندنا لحمة مفرومة، كنت يعني كان عندنا في الفريزر. طلعتها اول حاجة بقى اغسل كده الفراخ. يا جماعة ده كان يوم الجمعة، بس انا يوم الجمعة كنت تعبانة شوية، بس كان جسمي وجعني وكده فما قدرتش اصور معاكم من اول يوم. فاهمين؟ فانا صورت صور الفيديو ده اصلا الساعه 5 المغرب. اول حاجه بقى كده شغلت الميه، قلت بقى اغسل الفراخ. طبعا انتوا عارفين بنغسل الفراخ بنشيل مثلا اي حاجه وحشه في الفراخ مثلا نشيلها، زي ما انتم شايفين كده. نغسل بقى الفراخ وننقعها، نشوف هنعمل ايه. طبعا هقول لك متنسيش اللايك والشير والكومنت بتاعك الجميل، وشغل في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد منك، ووجودك كالعاده فوق راسي. طبعا لو شاركت معايا في القناه تقوليلي عشان ابقى عارفه ان حد نورني جديد. بس كده. طبعا انتوا وحشتوني، بس والله العظيم غصب عني مش عارفه في ايه الايام دي معايا. بقى جبت 4 بصلات كده، بقول لكم ان انا نقعت الفراخ وسايباها. اول حاجه بقى يا جماعه، ولعت كده النار وحطيت طاسه. ماشي. هنحط فيها سمنه وزيت. حط كده حوالي معلقتين سمنه ومعلقه زيت. ايوه احط زيت. ونشوف هنعمل ايه تاني بقى. هي طبعا هسيب كده لغايه ما السمنه تغلي عشان عايزه اعمل صدمه. فاهمين؟ ماشي. فبصي ابتدى هي السمنة سخنت. هنا بقى معايا اللحمة المفرومة. الأول هديها صدمة، بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بس خلي بالكوا يا جماعة عشان ما يطقش في كل الزيت وكده، عشان ما يعني ما تحرقش وكده. فانتي تسيبيها بس كده شوية، هتلاقيها مع نفسها يعني ما لزقتش في الطاسة. تفك لوحديها يعني. فاهمين؟ بصي بقى كده خدت بقى صدمة. رحت انا بقى ايه، هبدأ بقى اقلب بقى. نقعد بقى نقلب كده ونشوف هنعمل ايه. بصراحة يا جماعة أنا أول مرة أجرب الطريقة دي، والله أنا شفتها بصراحة على النت. أنا أقول لكم الصراحة أول مرة أجربها، بس بصراحة طلعت حلوة. أنا كنت بعمل اللي هي العادية، كنت بشوح الأول البصلة وبعدين أحط اللحمة وكده زي ما انتوا فاهمين يعني. أنا أول مرة أجرب بصراحة الطريقة دي وطلعت جميلة. يعني بقى خلاص كنت شوحتها اهي، عشان مركوش أنا بعملها على طول. وأنا بقى كنت خرطت البصل. عارفة يا جماعة الفايدة من التعميلة كده إن بتخلي البصل بيبقى مقرمش سنة، وانتوا فاهمين، وبتبقى بيدي يعني يبقى مسكر عشان هو ما تشوحش. يعني لسه البصل ما تشوحش في سمنه، يعتبر محطوط على اللحمه. بس هي انا بصراحه رجحت الطريقه القديمه. مش عارفه، حسيتها ان البصل كده فيه قرشه، مش عارفه ليه. هنا بقى حطيت ملح وكمون وكزبره ومرقه، مرقه سكر. بس كده. سيبها بقى شويه كده البصل يدبل مع اللحمه. انا بقى كنت بتكلم، مش كنت بتكلم مين؟ تقريبا ماما بتقول لي شايفه بتعملي ايه، قلت انا بعمل اللحمه تقريبا، مش فاكره والله. ماشي. هنسيبه بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى بشرت كده طماطمتين واحطهم على اللحمه. وبعد كده بقى صراحه زودتهم شويه ميه وسنه بابريكا عشان ما كانش عندي صلصه معلبه. فزودهم شويه ميه وشويه بابريكا ووطي عليهم بقى واسيبها لغايه ما تستوي. يعني لغايه ما مثلا الصلصه تتسبك. هي كانت مستويه بس ناقصه ايه، الصلصه تتسبك. هنا بقى الفراخ كنت غسلتها كويس جدا. هنا بقى كنت حضرت طبعا التتبيله انتوا عارفينها، اللي هي بصل وطماطم وبهارات. يعني ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبهارات سبعة وكده. يعني بقى خلاص كده سبكت اهي الصلصه مع اللحمه. طفي عليها بقى وشوف هنعمل ايه تاني. اتبل بقى الدبابيس دي. بصراحه انا كنت ايه، كنت اللهم صل على سيدنا، كنت هشويهم. بس ايه، ما عنديش شوربه بصراحه، وانا عايزه اعمل ملوخيه واعمل لسان عصفور. فاهمين؟ فايه، قلت لا انا ايه هسلقهم وخلاص. يبقى ماما بتحب اللي هي اللي مش عارفه اسمها ايه دي، مش عارفه بيقولوا عليها ايه، اللي هي بقيه الورك، بقيه الدبوسه. ماما بتحبها جدا عشان كده ماما جايبه لنفسها 2. احنا مش بنحبها، انا واخواتي ما بنحبهاش، لكن هي بتحبها فعشان كده جايباها لنفسي، جايبه 2 ليها. جايبه احنا دبابيس. فانا كنت هشوي زي ما بقول لكم، بس عشان ما عنديش شوربه رحت قلت ايه، هسلقها. بس اتبلها الاول بالبصله وكده. بصراحه يا جماعه طلعت يا نهار ابيض على الجميل، طلعت تحفه. بصوا بقى، تبقى يا جماعه والله العظيم جربوا الطريقه دي في الفراخ قبل ما تسلقيها او قبل، تبقى بصوا جميله جميله جميله. هنا بقى جبنا حله عشان نعمل البشاميل. ماشي. انا حطيت 4 معالق سمنه
ومعلقتين زيت. انا بحط سمنه وزيت، فاهمين؟ ماشي حطيتها، بس انا يعني بصوا هقولك انا عملت ايه. انا حطيت كده يعني بالويم، بس حطيت سمنه كتير وزيت، يعني ممكن اربعة، ايوه اربعة واتنين والله ممكن. بس انا حطيت كده عشان السمنه كانت شايفه مالها. في ناس بقى يا جماعه بتحط المرقه بعد ما ترمي البشاميل، لا يا جماعه انا بحط المرقه في السمنه عشان ما يبقاش مثلا حته فيها مرقه وحته لا. يعني حطيت، بصوا حطيت مرقه، وبرضه احط مرقه سكر وبعد كده اقلبها شويه في السمنه، وبعد كده بقى بحط الدقيق. يعني بصوا اهو، لما بتعملوا الحركه دي يا جماعه المرقه بتدوب وايه، وما بتمسكش في البشاميل، تبقى حته فيها مرقه وحته لا، فاهمين؟ بس كل واحد برضه حسب طريقته، بس جربي برضه الطريقه دي جميله جدا. حطيت هنا او حطيت مرقه سكر عشان برضه تدوب مع الزيت. هحط بقى هنا 4 معالق ونص دقيق، عشان ده التالت. اه حطيت 4 معالق ونص. قلب بقى كده البشاميل شويه طبعا لغايه بس ما يتحول، بس يعني ايه، يعني يغلي كده كام غلوه. بعد كده بقى طبعا نحط اللبن. بص انا هقلبه كده من الجنب عشان لو في اي دقيق يعني متكتل، يعني ايه يطلع ويدوب في السمنه، عشان ما يبوظ طبعا البشاميل. ولا يا جماعه طلعت صينيه بشاميل كانت تحفه بجد، تسلم ايدي والله العظيم كانت جامده. انتوا عارفين يا جماعه انا كنت بصراحه اخر مره عملتها ما كانتش حلوه معايا، المره دي طلعت تحفه تحفه تحفه. ان اصلا انا اصلا ما بحبش اعملها عشان بخاف تبوظ مني. يعني كانت واقفه جنبي وتقول لي ايه. انا بصراحه مش، بص عشان بقول لكم انا مش فيها قوي، عشان كده كنت مخليها واقفه جنبي. انا صراحه اقول لكم الصراحه يعني مش هحور عليكم. فانا اخر مره عملتها كانت وحشه جدا، فالمره دي بقى عملتها بصراحه كانت جميله، وكان صوص كده نزل منها وكانت تحفه يعني بصراحه. بس ما شاء الله اتاكلت كلها، ما باتتش اصلا في التلاجة، يعني اتاكلت الصينيه كلها. حطينا بقى كده معايا نص كيلو لبن بخير، ولسه طبعا بعت جبت لبن تشي كانش عندي لبن. وحطيت فلفل اسود، وحطيت طبعا ملح، حطيت شويه ملح صغننين عشان خاطر طبعا المرقه فيها ملح. بصي بقى ده كده القوام ده المظبوط. سبته بقى يبرد، وحطيت ميه للمكرونه، وجبت بقى هنا حله عشان ايه، اشوح الدبيس. حطيت شويه زيت ولا سمنه، زيت بس بشاميل بقى. سيبها يبرد بقى قبل ما اخلص ايه كل اللي معايا ده. حطيت معلقه زيت ومعلقه سمنه. النهارده كل حاجه بمعلقه زيت ومعلقه سمنه. ايه ده، ما صوتكوش بعمل صدمه للفراخ؟ يا نهار ابيض عليا. المهم يعني احنا عملنا صدمه للفراخ وحطينا فيها البهارات. حطيت ورق لورا حبايه، مش عارفه اروح فين الفيديو والله العظيم. يا لهوي عليا. والله كنت مصوره، والله يا جماعه كنت مصوره. شوحت طبعا الفراخ زي ما انتوا عارفين في المنكهات وكده. وبعد كده بقى حطيت ميه سخنه عشان تستوي معايا بسرعه، عشان كنت متاخره بصراحه وكانوا هما عايزين ياكلوا. سيبها بقى تغلي. انا بقى طبعا حطيت المكرونه، طبعا انتوا عارفين المكرونه بتتسلق ازاي، حطيت ميه وحطيت ملح. اوعي طبعا يا جماعه، اوعي تحطي زيت في المكرونه وانت بتسلقيها يا جماعه، البشاميل مش هيمسك فيها والله. هنا بقى بص بصراحه مش انا كنت برصها، دي اختي ايه، كانت انا كنت بعمل حاجات وقلت لها ايه خلاص انتي رصيها وايه، وانا هعمل حاجات. بصي يا جماعه بقى انا اقول لكم على اختي انا يا جماعه عملت بشاميل اللي هو في الحله ده. ماشي. هي حطت زيت هنا ودي ما اعرفش ليه، انا اصلا ما بعملش كده. انا قعدت اقول لها يا بنتي لا، قعدت تقول لي بعملها كده. انا بحط زيت بس. ماشي يا جماعه، بص انا عملت بشاميل طلع قليل ماشي، فبعتنا جبنا لبن زي ما كنت بقول لكم من شويه. فهي عملت شويه بشاميل صغيرين، تقول لي لا انا اللي عامله صينيه المكرونه. طب بصي انتوا احكموا يا جماعه، انا اللي عاملاها. انا اللي عامله البشاميل وسلقه المكرونه، عامله البشاميل اللي في حله، هي بقى البشاميل اللي هو في الكازرونه الصغيره دي هي اللي عاملاه. طب والنبي يا جماعه قولوا لي والنبي مين اللي المفروض يبقى ليه اللي هو عامل المكرونه كلها، انا ولا هي؟ عشان هي رخمه وتقولي لي انا اللي عملتها. وانا حلفت وانا حلفت والله العظيم يا جماعه لما اخلي حد يخش المطبخ، وانا يعني هم يجوا مش هخلي حد يخش، عشان ما بحبش حد يعمل معايا الموقف ده، بتضايق جدا. هي بس رسيت، انا قلت لها بعد كده انا مش كاتعه. انا اللي عملت الاكل كله، يبقى انا اللي انا يا جماعه مش والله العظيم يا جماعه مش وحشه مني ولا حاجه. انا ما بحبش حد يخش معايا المطبخ، مش عارفه ليه. بقت بتخنق، بحس ان انا مش متأيده، مش عارفه اعمل حاجه، مش عايزه حد يقف معايا، انا اقف براحتي. مش عارفه والله. هي بقى رصت اهي قلبت طبعا المكرونه الاول بشويه صوص بشاميل. وحطت اول طبقه، وبعدين حطت اللحمه كده، حطت تاني مكرونه برضو بالبشاميل. وبعد كده بقى ننزل بقى بالبشاميل كله اللي كان معانا.
بس اصلا يا جماعه البشاميل اللي بقى من عندها حبه صغيرين جدا. ماشي، وبقى تحط بقى البشاميل بتاعي اللي انا عاملاه. بص البشاميل بتاعي بقى، بصي يا جماعه كريمه، والله كريمه. محدش يعرف يعمل اكل زي بتاعي. طبعا بهزر يا جماعه. انا بهزر معاكم. هنفضل مثلا نتكلم طول المونتاج ساكتين؟ لا نهزر شويه، طبعا انا بهزر. بصي بقى يا جماعه، يا لو كانت يا جماعه جميله جميله جميله. بصي بقى، لو على البشاميل بتاعك يا بسبوسه. والله كنت نفسي تاكلوا معاه، والله العظيم كنت نفسي. بص بقى، بص ما سويتها بقى. انا يا جماعه مش بنحب نحمر وشها عشان تبقى الصوص كده منها ايه نازل كده. بصوا بقى، دلوقتي بقى ايه، سويناها. وانا بقى بصراحه عملت ملوخيه وسلطه عصفور، ما سويتهمش معاكم طبعا، انتوا عارفين عملنا كذا مره سلطه عصفور. انا بقى حطيت الدبابيس في الفرن، وحطيت عليها شويه زيت بس عشان تحمر. حطيت بقى عيش في الفرن. بصوا يا جماعه، بصوا بقى يا جماعه المكرونه. يا لهوي على الجمال، يا لهوي على الجمال، تحفه. طبعا بس كده مع الشكل النهائي في الاكل. بصوا خلاص تاكل يا جماعه، اصبروا. بصي بقى شكل النهائي الاكل. طبعا اقول لكم هتوحشوني جدا جدا، واستناكم في يوم جديد وفيديو جديد.